العقار كيحبس. انا ضد الفكره ديال ان العقار راه حابس، ولا العقار راه فيه مثلا هبوط، ولا لا. العقار راه عليه الطلب، لان الناس كيهربوا لواحد الملاذ اللي هو امن، ولاو الناس كيشريو العقارات فين غادي يحطوا الفلوس ديالهم وفين غادي يخبيوهم، وراه كاين طلب على العقار، والعقار ما عمره ما حبس. الفيديوهات اللي كتكلم على سقوط العقار بالمغرب، توقف الاسعار، توقف الشراء في العقار، ما عرفتش هاد الفيديوهات، هاد الناس اللي كيتكلموا واش الناس عايشين في الواقع ولا غا كيهضروا صافي. لان اللي بغى يشوف الحقيقه هو يشوف مثلا سير للمدينه، سير السونتر ديال المدينه، وشوف مثلا شي عماره وضرب دوره واحد الشهر ولا شهرين، وشوف واش باقا ولا تباعت، شوف واش باقيه ولا باع مولها. ولكن خاصه بطبيعه الحال تكون في الموقع، ماشي تكون في الجناب ديال المدينه ولا بعيده ولا هذا وتقولوا ها هي ضربات عام وما تباعت شيء. حنا كنتكلموا على العقارات اللي كتكون موجوده في واحد الموقع راه عليها الطلب، وراه ديما كتباع، راه ما كتعطلش. كذلك الاراضي الفلاحيه اللي كنلاحظوا هنايا بانها راه غاديه في ارتفاع،